ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. معاكم رنا من مطبخ رنا كيتشن. يا رب كل الافكار اللي انا بنزلها على القناة تعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتدوسوا لايك عشان الفيديو يترفع. طبعا حابة اشكر كل اللي اشتركوا عندي الجداد واللي وصلوا القناة ل40,000 مشترك. شكرا جدا ليكم. ونبدأ بقى فيديو ترتيب وتنظيم الدولاب بتاع الأطفال. بصوا بقى، الدولاب هو عندي مكركب كده شوية زي ما انتم ما شايفين. اللبس بقى الشتوي والدنيا بقى كده بزراميط، وكل الصيفي فوق كده زي ما انتم ما شايفينه. اول حاجة انا هعملها، انا هبدأ انزل اللبس الشتوي اللي هم مش هيلبسوه وهطبقه عشان اشيله على جنب. بصوا السويت شيرت دون بتاع توتي عجبني قوي، والصراحة مش عايزة افرط فيه. زي ما هو كده قبل ما هنزله، زي ما انتم ما شايفين انا فضيت كل اللبس الشتوي، وده اللبس اللي كان متعلق حطيته وفضيت الدولاب كله كده من اللبس. وهبتدي اطبقه الاول اهون. طبقت كل اللبس الشتوي اللي هيتشال واللي مش هيتشال. اول حاجه جبت معايا البوكسات اللي انا وريتها لكم في فيديو المشتريات، واللي ما شافهاش يروح يشوف فيديو المشتريات ويعرف الاسعار. وبحط معاها صابونه عشان تخلي ريحه الهدوم حلوه. وحطيت كل اللبس الشتوي اللي هما مش هيلبسوه في البوكس. دي بقى علبه فاضيه عندي، وده كان حته كده صغيره باقي من فيديو مطبخ حماتي. فاخدتها وهغلفها بالكرتون بالعلبة كده عشان هعمل بيها حاجة في الدولاب هوريها لكم. اهي خلصتها كلها وحطيت وردة كده على الغطا، وهاخدها معايا على الدولاب. بصوا بقى، انا كده خلصت الدولاب وخلصت ترسيبه طبعا بعد يومين، ومسحته كله من بره. ويلا بينا على الدولاب. اول حاجة بصوا كده، ده منظره من بره. من جوه ولا ايه؟ كله كده اترص اهو. نبدأ بقى بالاول برف رف عشان اوريكم كل حاجة. يلا بينا. بطلع بس على الكرسي. اول حاجة ده رف الشتوي. كل اللبس الشتوي التقيل جدا اللي هم خلاص مش هيلبسوه حطيته في البوكسات دي زي ما انتم ما شايفين كده هون. وحطيت مع كل بوكس صابونة عشان يفضل ريحته حلوة. طبعا البوكس ده مش راضي يتقفل عشان الأكرة بتاعت الباب عاملة معاه، فمش راضي يتقفل، فقلت مش مهم. وحطيت عليه كمان، بصوا من وراه في مكان فاضي في الدولاب، بقيت برضو ارص فيه الحاجات اللي مش هتتلبس من وراه. وحطيت من فوقه كده البطاطين. ده تاني رف فيه الملايات والفوط بتاعتهم. الشنطة الحمراء اللي جوه دي فيها ذكريات، يعني لبس عيالي الصغير خالص. كل ما بتتولد بشيل منها ذكرى كده واخليها في الشنطة دي، سواء بقى سلوبيتا شوز فستان اي حاجة، واشيلها لهم للذكرى واديها لهم ان شاء الله لما يتجوزوا ويبقوا في بيتهم. زي ما انتم ما شفتوا رصيت المرايات كده هون على جنب وطبقتها. وده كده من جوه اللبس البناطيل الجينز بتاعت روفي، والناحية اللي جنبيها التيشيرتات بتاعت روفي. وده التيشيرتات بتاعت توتي الخروج والبناطيل بتاعتها بتاعت الخروج. ودول الهوت شورت بتوع روف توتي الصغيرة اهما وراهم. لحد ما اجيب بوكسين احطهم فوق بعض واحط فيهم اللبس الخروج. هيبقوا احلى. بس هجيب البوكسين الصغيرين ويتحطوا فوق بعض. تاني رف على طول بعد الرف دون ده لبس البيت بتاع روفان. ده البيجامات اللي هي القط، ودي الناحية التانية البيجامات اللي بنص، وده التيشيرتات والشورتات اللي بتوع البيت. وده كام ترنج كده شتوي عشان طبعا لسه الجو برد، فسبته لهم كده على جنب يلبسوه، ما كترتش قوي لحد ما الشتا تخلص.
تاني رف تحتيه ده بتاع توتي. اللبس اللي جوه برضو بتاع البيت كله، وده تيشرتات. وده كام ترنج. توتي طبعا اكتر عشان هي اصغر وبتوسخ نفسها اكتر. فده كام ترنج شتوي برضو شايلاهم على جنب عشان استخدمهم عشان الجو لسه برد. طبعا توتي لبسها اكتر لان هي استفادت من لبس روفي خدته. ودي صابونة كده صغنونة، انا بحطها في كل رف عشان بتدي ريحة للدولاب حلوة جدا لما تفتحيه. نيجي على الرف التاني كده، هو ده لبس الداخلي بتاع روفان. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة هشيل العلبة دي عشان اوريكم من ورا. ده كده جيركن كان عندي بتاع صابون، رحت لبسته الحتة دي زي ما انتم شايفين، وعملت له الستانة بالفيونكة، وحطيت فيه كل الشرابات بتاعه روفان زي ما انتم شايفين، حلو قوي. وده اللبس القط اللي هو قصدي الهايكول اللي هي لسه بتلبسه لجوه. ده البوكس اللي انا عملته معاكم، وحاطه فيه البوكسرات البناتي بتاعت روفان، شكلهم حلو قوي. ومطبقاهم كده عشان اما اجي اخد واحد وارجعه تاني ومش واخد اي مساحة، لان لما بتطبقيهم وتحطيهم على بعض هم خفاف، ما بتيجي تاخدي حاجة بيقعوا. والبوكس اللي هو اصغر دون حاطه فيه كل الهدوم الداخليه زي ما انتم شايفين كده. ده البناطيل الكارينا، و وبتاع دون والبنتي والفانلات القط وكل الحاجات دي. نيجي بقى للرف اللي تحت خالص، دي صابونه اهو. اهي الفانلات القط كلها والبنتي والبنطلونات الكارينا اللي هي بقى بتلبسها في الصيف على التيشيرتات في البيت. وحطاهم البوكس ده حلو جدا ولامم حاجات كتير. الحاجات دي لما كنت بحطها في الضرفة اجي اخد حاجة الصف كله يقع لان هما خفاف، انما ده لامم كل حاجة، حلو جدا جدا. نيجي بقى للرف اللي تحت دون بتاع توتي. دي كده كيس صابون الصغير اللي انا وريته لكم في الرف اللي فوق، اللي انا بحطهم في الهدوم وفي الارفف، وبيدوا ريحة حلوة جدا اول ما تفتحي الدولاب، وريحة للهدوم. ده رف بقى فيها الباديهات القط والتيشيرتات النص كم. وده كام تيشيرت كده خريفي بتوعها برضو، قلت مش هشيلهم دلوقتي. وبرضو البوكس ده فيه كل الغيارات الداخلية بتاعتها، سواء بقى بناطيل كارينا، تيشرتات قط، شورتي صغنطط بتاع توتي، كل السلوبتات القط اللي هي بتلبسهم اهما، البنتي بتاعها، كل ايه ده. لا، كانوا بيبقوا منعكشين كده مهما كنت تروقيهم كانوا بيبقوا برضو منعكشين. فده يعني حلو جدا وبيدي منظر للدولاب فظيع اهو كده، وانا مغطياه. والبوكس ده كان بتاع روفان، كان فيه الادوات بتاعتها اول ما اتولدت، المشط والفرشه ومعرفش ايه، كان جاي لها هديه. واهو في الشرابات بتاع توتي، حلو قوي. نيجي بقى للدولاب. الشماعات فيها بقى الفساتين الألاجة بقى اللي انا بحبها بقى، والعريانة والقصيرة، واو، بتبقى جميلة جميلة جميلة. فيها بقى بتاع توتي وبتاع روبي. بصوا الفستان ده حلو قوي قوي جميل كده وصغنطوتي وعسول. آه بس كده زي ما انتم ما شايفين. وتحت بقى البامبرز، بس ده عشان مقاس كبير عليها فشايلها على جنب. وكل بقى ده الاسدال والمصليه والطاقيه، معرفش ليه بتوع روفان معتقده بالطاقيه، بتحب الطاقيه قوي. وكل بقى المنظفات بتاعتهم سواء الشامبو البلسم. ولو اللي انا جبتها في فيتشو المشتريات اهي.